رميت الكرسي القديم بتاعي وده كله لما جالي الكرتونه الكبيره دي. تعالوا نفتحها مع بعض، واللي واضح عليها انها تقيله جدا وكبيره جدا. ولما قررت افتحها لقيت جوانتي، لبسته ولقيت خريطه. مسكت الخريطه وبدات اتفنن في الامر لحد ما لقيتني بركب كرسي، ومش اي كرسي، ده كرسي من ريزر. في الاول الموضوع كان صعب شرحه لحد ما واحده واحده مشيت على الخطوات. بدات الاول اركب الرجول بتاعه الكرسي، وبعد كده ركبت الهيدروليك، وبعد الهيدروليك ركبت القعده الاولانيه عليه، ولما خلصت ربطت الظهر بالقعده وبدات اخلص الفينيشات الاخيره لحد ما ظهر شكل الكرسي. تعال اعرفك على الريزر اسكر في 2. كرسي جبار، تقدر تقول كده انه واحد من اقوى الكراسي الجيمنج اللي تقدر تستعملها او تشتريها لو انت جيمر وهتقعد عدد ساعات كتير، لانه في داعم للقطنيه. كمان تقدر تحركه وتفرده لاقصى مستوى انت عايزه. ده غير كمان انك تقدر تحرك القعده اللي تحت انها تبقى فليكسبل معاك، في زراير كتير عشان تقدر تحرك الدراعات يمين وشمال وقدام وورا وكمان بزوايا. واخيرا لو حبيت تشتري الكرسي ده فهتلاقي اللينك عندي في البايو او في قناتي على الانستجرام. وبس كده، ودي حكايتي لما